عزيزي المشاهد، حلقة النهاردة هي شيقة للغاية، وهنتكلم فيها عن مواضيع مهمة جدا وحساسة جدا. زي مثلا ايه؟ انا اقول لحضرتك ايه؟ زي ان الاستاذ مرتضى منصور للمرة المليون على التوالي طالع بيجر شكل الكابتن سيد عبد الحفيظ، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل كده، وقلنا له وقلنا لغيره وقلنا لكل الناس المسؤولة عن قناة نادي الزمالك وعن نادي الزمالك شخصيا: يا جماعة ما تجيبوش سيرة سيد عبد الحفيظ، يا جماعة عكوا في أي حد إلا السيد عبد الحفيظ، يا جماعة قولوا أي حاجة لأي حد في أي كلام في أي وقت في أي حتة إلا سيد عبد الحفيظ. ولكن يشاء ربك السميع العليم إن الناس دي تسيب كل الناس وتتكلم عن سيد عبد الحفيظ، ويجي كبير المجموعة الأستاذ مرتضى منصور ويتكلم عن سيد عبد الحفيظ برضه، ويجيب في سيرة سيد عبد الحفيظ برضه. طيب هقول لك أنا اللي حصل كالآتي: كان بيجي لي يوماتي، حبة يدلع قلبي وحبة يجرحني ويرميني. المهم قضيها غنى معاك للصبح. ولكن عزيزي المشاهد، مش ده الموضوع الوحيد اللي هنتكلم عنه. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حكم المحكمة بعزل الأستاذ مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لأننا كلنا شفنا بعد الموضوع بتاع الحبس بتاع لمدة شهر، لقينا طلع من الحبس بيمارس حقوقه، مش حقوقه بقى، دي ما اسمهاش حقوق، بيمارس الممارسات كده اللي كان بيمارسها قبل السجن. رئاسة نادي الزمالك رايح انا رئيس النادي سلام عليكم. يا جماعة هو مش المفروض اللي بيتسجن بيتعزل من رئاسة نادي ايه يا جماعة في ايه؟ قال لك لا هو فردة، واخدها فردة. طب فردة ماشي، دي قصته. نيجي لتاني حاجة: كلام الاستاذ مرتضى منصور وشتمته لرضا عبد العال بعد ظهوره في برنامج رامز جلال، لمجرد ان رامز خلاه يقول ان الخطيب هو الاسطوره ورقم واحد. ازاي؟ هو يا عيني عنده ازمه من اللي يقول على الخطيب اسطوره، يا عيني عنده بص حاله بتجيله لما يسمع حد بيقول الخطيب اسطوره، بتبهدله جدا. ولكن مش قصتنا عزيزي المشاهد. هنتكلم في تذاكر نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز، اللي بيراميدز اشترى نص التذاكر لمجرد الشراء وخلاص. يعني عك ولاس كله كويس، شوية رز وشوية فلوس وعك وديها. المهم شوية فلوس حرفيا في بيراميدز دي، شوية بيراميدز ده معاه شوية فلوس، معاه البنك المصري، البنك المركزي عنده في النادي. المهم نيجي الموضوع مهم جدا بقى نبدا بيه. ولكن قبل ما ابدا معاك في اي حاجه خليني اقول لك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تظرف لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 او 6000 لايك، انت وذوقك بقى، انت وراحتك. المهم ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه، نفسي نوصل لنص مليون مشترك في اقرب وقت. طيب نبدا كلامنا كده بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، الاستاذ مرتضى منصور طلع بيتكلم عن الناس اللي بتتريق على الاستاذ محمد رجب. الاستاذ محمد رجب اللي هتقول لي ايه علاقته بنادي الزمالك، اقول لك هو كل علاقته بالدنيا ان هو صاحب مرتضى منصور بس، ملوش اي انجازات تانية. يعني ما عملش ما فتحش ورشه سمكره حتى، يعني ما عملش اي حاجه. هو بس محمد رجب المهنه صاحب مرتضى منصور، فمرتضى منصور خلاه بقى بيتكلم في قناه نادي الزمالك وبيطلع يقول رايه عادي جدا، ويطلع يقول لك ده انا كنت بشقط انا وسياده المستشار من الكليه وكلام يعني مريب وغريب، ولكن مش قصته. وهو بيتكلم عن الاستاذ محمد رجب وبيتكلم عن الناس اللي بتتريق عن محمد رجب. قال لك الناس اللي بتتريق على محمد رجب دي عندهم في النادي بتاعهم اصلا واحد متربي مع حمير. هتقولي طب ايه علاقه بقى إيه هو بيقول واحد متربى على حمير ما جابش سيرته، ايه علاقه ده بسيد عبد الحفيظ؟ انا اقول لك العلاقه يا سيدي ان قبل كده حصل مشكله ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وبين الاستاذ مرتضى منصور. كانت المشكله لا تتجاوز موضوع التصريحات، ان ده بيقول تصريحات وده بيقول تصريحات، ولكن انتصر في النهايه الكابتن سيد عبد الحفيظ بتصريحاته الناريه اللي اداها له في نص دماغه. الاستاذ مرتضى منصور طلع واتكلم وقال على سيد عبد الحفيظ ان سيد عبد الحفيظ متربي وسط الحمير من وهو صغير، علشان يجي الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بقعد اقول لهم يا جماعه ما حدش ليه دعوه بسيد عبد الحفيظ، يا جماعه ما حدش يضايق سيد عبد الحفيظ، يا جماعه اللي يرضيكوا يرضيكوا، يا جماعه، وما حدش بيسمع كلام. المهم يا سيدي مش قصتنا. يجي بقى الاستاذ مرتضى منصور اللي قلنا له ما تجيبش سيره سيد عبد الحفيظ واكدنا عليه انه هيبهدل الدنيا لو جاب سيرته. المهم
يجي بقى يقول لك ايه زمان مش دلوقتي، بعد ما قال لك ايه ده سيد عبد الحفيظ متربي مع الحمير وهو صغير في الزريبه وبتاع، يقوم جاي طالع الكابتن سيد عبد الحفيظ في لقاء تلفزيوني بمنتهى الثقه، بمنتهى الرشاقه، بمنتهى الفن، ويقول لك ايه انا سمعت ان في واحد بيقول عليا ان انا متربي مع الحمير وانا صغير، ولكن والله وماليك عليا حلفان انا عمري ما شفتك وانا صغير. مش انت بتقول ان انا متربي مع الحمير ومعاشرهم من وانا صغير؟ انا عمري ما شفتك وانا صغير، ولا انت دخلت بيتنا ولا انا صغير. طبعا انت فاهم، انا مش محتاج اشرح لك سيد عبد الحفيظ عمل ايه في اللقطه دي. الاستاذ مرتضى منصور قال له من وانت صغير يا سيد متربي مع الحمير، قام جاي سيد ردد عليه وقال له لا والله ما حصل، انا من وانا صغير عمري ما شفتك ولا انت دخلت بيتنا. انت فاهم؟ انا بس بديك هنت بقى وانت افهم، انا ماليش علاقه ومش هفسر لك حاجه، هي مفسره نفسها يا باشا، هي اسهل من السهوله. المهم نيجي لتاني موضوع عايزين نتكلم عنه، الاستاذ مرتضى منصور اتكلم فيه برضو عن رضا عبد العال وزوره مع رامز جلال. لمجرد ان رضا عبد العال قال على الخطيب اسطوره في البرنامج، الاستاذ مرتضى منصور ولم يتملك اعصابه، اتضايق جدا واتنرفز جدا، وازاي يقول انه اسطوره، وازاي يقبل اللي رامز عمله فيه ده، وازاي مش عارف ايه، وازاي وكلام مريب وغريب ما يعلم بالله ربنا. يا عم ما تسيبه يقول الخطيب اسطوره، ما انت مالك، ما يقول الخطيب اسطوره. لا ده طلع شتم رضا عبد العال لمجرد انه قال الخطيب اسطوره. انا ما اعرفش انت طالع من السجن تعمل قلق ليه؟ يعني واحد غيرك كان زمانه اتعظ وكده واتجه الى الله وتاب الى ربنا، ويعني لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع اللي جاي مهم جدا، تذاكر مباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز. المفروض ان ال20,000 متفرج هيحضروا النهائي ده، يجي بيراميدز ويشتري 10,000 تذكره لمجرد ان يرميهم في الارض ونقنع بيراميدز من هنا لهنا. يا عم بيراميدز الكره للجماهير، لا مش مقتنع. يا عم اما صدقنا الدوله تتخذ اجراءات او تتخذ قرارات في انها تسمح لاعداد مشجعين كبيره ان هم يحضروا، لا انا هشتري ال10,000 بتوعي وارميهم في الترعه. انا هرميهم في الترعه. يا عم ترعه ايه؟ دي التذاكر اللي الناس تحضر. مهم بيراميدز اشترى ال10,000 تذكره في اقل من دقيقه على موقع تذكرتي. كانوا نص التذاكر لبيراميدز متباعه. في نفس ذات الوقت اللي تذاكر النادي الاهلي احتاجت اكتر من ساعه علشان تتباع ال10,000، يعني ساعه عقبال ما الناس دخلت وعملت كليكات وضغطته الطبيعي. انما يا باشا ال10,000 تذكره نازلين متباعين لبيراميدز، متباعين شنط الفلوس السامسونايت كده، راحت اتحاد الكوره او راحت تذكرتي وخدوا التذاكر وعلى البلد وخلعوا. يا عم الكوره للجماهير، يا عم ما تقرفش الناس، سيب التذاكر للناس تحضر. قال لك لا يا باشا ما يحضرليش هو يعني 10,000 مشجع من النادي الاهلي هيفرقوا يعني لو بقوا 18,000 ولا 20,000 مشجع للنادي الاهلي؟ ما لو حضر 1000 مشجع للنادي الاهلي هيقوموا بالاستاد كله، 1000 واحد بس. انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع ليه. المهم بيراميدز برضو بتثبت لنا وبالدليل ان الناس دي والاداره دي والناس دول جايين مصر علشان يبوظوا الكره في مصر لا اكتر ولا اقل. اشترينا التذاكر ورميناها، اللي ليه عندنا حاجه يعملها. المهم يا سيدي اتكلمنا في مواضيع كتير جدا مهمه في حلقه النهارده، ولكن في اهم حاجه محتاجين نتكلم عنها، وحكم المحكمه. حكم المحكمه اللي كانت المفروض تنطق بعزل الاستاذ مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك علشان هو اتحبس وما ينفعش حد رد سجون يبقى رئيس نادي. تمام؟ المفروض كان النطق بالحكم كان النهارده، اتأجل اسبوع علشان يتم النطق بالحكم كمان اسبوع. قصدي يعني كان المفروض كان في قرار المفروض يتخذ النهارده، اتأجل كمان اسبوع علشان يتم النطق بالحكم في القضيه دي. ننتظر بقى كمان اسبوع ونشوف بقى الاستاذ مرتضى منصور وهو بيتعزل رسميا من رئاسه نادي الزمالك. تقول لي انت متاكد كده ليه؟ اقول لك لا، ما هي دي نفس اللوائح والقوانين اللي نجحت مرتضى منصور واللي رجعته. هتبقى ما هو هي نفس القوانين وهي نفس اللوائح. هتيجي عند عزله ومش هتعزله في ايه يا جماعه؟ هو ماسك علينا حاجه؟
المهم لحدنا نكون وصلنا نهايه الفيديو بتاع النهارده. اللي لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو ده مره تتفرج عليها فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.